اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات الفهيم. كل الناس سمعت عن فيدوت باي وموس والت وباي بت والفيز اللي طلعت افتراضيه جديده بقالها تقريبا سنه، وكل شويه في شركات جديده بتنزل فيز افتراضيه جديده. ولكن هنا بيجي مشكله مع اغلب الناس اللي بتستخدم هذه الفيز، وهي انهم مش بيكونوا عارفين يعملوا شحن للفيز دي ازاي ومنين. وكمان لو قلت لهم ادخلوا على باينانس وافتحوا عليه حسابات، كمان مش بيكونوا عارفين ازاي يجيبوا اليو اس دي تي. علشان كده في هذه الحلقه هنشرح مع بعض ان شاء الله موقع مميز جدا جدا في تحويل الاموال ما بين المحافظ الالكترونيه المصريه زي فودافون كاش واتصالات كاش وانستا باي الى فيدوت باي وموس والت وباي بت وكمان سكريل والبنوك الالكترونيه والمحافظ الالكترونيه والفيز الافتراضيه اللي بتكون محتاجه فلوس بالدولار الامريكي. الموقع اللي معانا النهارده اسمه وينر اكسشينج، هنشرحه بالتفصيل ان شاء الله، وهنعمل كمان تحويل من انستا باي الى فيزا فيدوت باي عشان خاطر نشوف ونقيم الموقع ونعرف الموقع ده بياخد وقت قد ايه في التحويلات. وان شاء الله هنتكلم بالتفصيل عن هذا الموقع في هذه الحلقه. بس قبل ما نخش في الحلقه بتاعتنا، لو انت اول مره تشوف الفيديو انصحك جدا تشترك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل. ومن غير كلام كتير يلا بينا على التفاصيل. طبعا زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، دي واجهه الموقع وينر اكسشينج، وهسيب لكم الرابط بتاع الموقع اسفل الفيديو. ولكن قبل ما نتكلم في اي حاجه هقول لك على المواعيد الخاصه بالتحويلات. في شهر رمضان المبارك اللي هو زي الايام اللي احنا فيها دي حاليا، الموقع بيكون شغال من الساعه 2 او 3 العصر لحد الفجر، تمام. اما في الايام العاديه اللي هي خارج شهر رمضان المبارك، الموقع بيكون شغال من الصبح الى الفجر، يعني تقريبا ممكن نقول 20 ساعة او 19 ساعة يوميا. دي كده اول نقطة. النقطة التانية معانا ان رقم الموبايل ده تقدر تتواصل بيه على الواتساب او على الاتصال لو حصل اي مشكلة عندك او اي تأخير في التحويل بتاعك. تقدر تتواصل معاهم بدون اي مشكلة عشان خاطر يحلوا لك المشكلة. النقطة الثالثة اللي احنا حابب نتكلم فيها قبل ما نخش في الفيديو ونشرحه، ان هو لو حصل تأخير من قبل الموقع اصبر وان شاء الله هتلاقي فلوسك واصلات بدون اي مشكلة. لو حصل اي لخبطة الموقع هيرجع لك كمان فلوسك تاني على اتصالات كاش او فودافون كاش بدون اي مشكلة خالص. دلوقتي بقى نبدأ مع بعض كده نشرح واجهة المنصة. طبعا منصة زي اي منصة شرحناها قبل كده، بيكون فيها الشغل والتحويلات والى اخره من هذا الكلام. بس احنا المهم عندنا دلوقتي اهم حاجة ان احنا نعمل انشاء حساب، والموقع بيدعم اللغة العربية والانجليزية. هنفتح هنا حساب اهوت، انشاء حساب زي ما انتم شايفين. هنا الاسم الاول باللغة الانجليزية طبعا يا جماعة، واسم العيلة وعنوان البريد الالكتروني ورقم مرور وتأكيد رقم المرور، وتقول له موافق. انا هسجل البيانات ديت وارجع لكم تاني. سجلنا البيانات وهنقول له انشاء حساب. زي ما انتم شايفين دلوقتي كده بيطلب منك اكمال ملفك الشخصي، اسم المستخدم بتدخله وبتختار الدولة ورقم الموبايل والعنوان والمدينة والرمز البريدي. بعد كده بنقول له يقدم. زي ما انتم شايفين كده، ده كده الموضوع بعد التسجيل بدون اي مشكلة. هو بيجيب لك كده طبعا تفاصيل التحويلات بتاعتك لو انت عملت تحويلات. طيب احنا دلوقتي بقى عايزين نرجع بقى للصفحة الرئيسية، نضغط على اللوجو بتاع الموقع كده، هيحولنا بقى للمنصة الرئيسية والشغل العملي بقى اللي احنا عايزين نشرحه لحضرتك. طيب اول حاجة طبعا لو فتحنا هنا اختار العملة، هتلاقي ان الموقع طبعا بيقبل البيب 20 والباينانس اي دي، بيحول كمان لاكونتات باينانس، وباي بت اي دي اللي هي فيزا باي بت، وانستا باي طبعا، والموس والت طبعا فيزا موس والت، وباير وبيدوت باي يو اس دي تي وسكريل، والتي ار سي 20 والمحافظ الالكترونيه اللي هي شامله اتصالات كاش وفودافون كاش ووي كاش. بعد ما شفنا طبعا التحويلات اللي الموقع بيعملها، احنا دلوقتي هنبدا بقى نعمل عمليه تحويل من انستا باي الى فيزا فيدوت باي. هنختار هنا طبعا احنا عاوزين نستلم على ايه، عايزين نستلم على فيدوت باي، فاحنا هنا هنختار فيدوت باي بالشكل ده، وهنختار هنا انستا باي، تمام. فبيقول لك هنا انت ترسل كذا وانت تحصل كذا. انت ترسل يعني انت هترسل من انستا باي
الى فيدوت باي. تمام، يبقى هنا هتكتب له هنا 150 جنيه. احنا هنا هنجرب الموضوع ب 150 جنيه عشان خاطر نشوف الدنيا هتوصل في قد ايه. فقال لك ان انت هنا هيوصلك تقريبا 2 دولار و80 سنت او 86 سنت. هتقول له تمام اوكي تبادل. هنا طبعا بيأكد عليك تاني، بيقول لك تفاصيل الاستلام، انت هتستلم المبلغ ده وارسال التفاصيل هترسل 150 جنيه من انستا باي. طيب هنا بيقول لك ايه بقى يا سيدي؟ بيقول لك هنا رقم المحفظه او المعرف بتاع ريدوت باي. هنا بيقول لك دخل اديني رقم المعرف بتاع ريدوت باي. طبعا ده بيجي منين؟ من داخل تطبيق ريدوت باي، هوريه لك دلوقتي. لو لاحظنا كده، لو دخلنا على ريدوت باي ودخلنا على الصفحه بتاعتك الشخصيه، هتلاقي هنا المعرف اهوت زي ما انتم شايفين اهو 133 11 95 337. ده كده كل واحد فينا له معرف على ريدوت باي. هتاخد رقم المعرف ده وتسجله في الخانه دي. بعد كده طبعا هننتقل للمرحله اللي بعد كده، تاكيد التبادل. قال لك هنا ايه بقى يا سيدي؟ قال لك بعد اذنك حول لي المبلغ على عنوان الدفع ده بتاع انستا باي. تتاكد كويس جدا من عنوان الدفع ده بالحروف والارقام وكل حاجه عشان خاطر التحويل يتم بشكل صحيح ويوصل للموقع فعلا. بيقول لك هنا ارقام انستا باي وارقام الكاش متغيره باستمرار، فرجاء مراجعه ارقام التحويل جيدا لتجنب اي اخطاء. بيقول لك كمان يتم معالجه الطلب من دقيقه الى ساعه خلال اوقات العمل. اذا تم التاخير فذلك بسبب ضغط الطلبات، لا داعي للقلق. بعد كده بتاخد سكرين شوت وبترسل لهم هنا سكرين الشوت بالتحويل، وبتقول له هنا كمان بيقول لك هنا ضع هنا رقم او كود انستا باي الذي تم التحويل منه. بتدخل معرف انستا باي او رقم فودافون كاش بتاعك اللي انت حولت منه المبلغ، وبتنفذ وبتاكد كويس جدا يا جماعه على موضوع انستا باي ومعرف انستا باي ده بالاخص لازم تتاكد منه وتركز كويس فيه. هنعمل بقى عمليه التحويل دي ونرجع لكم تاني. احنا هنا خلاص حولنا الفلوس يا جماعه، وهنبعت اهوت السكرين شوت اهي 150 جنيه، وكاتبنا هنا معرف انستا باي بتاعنا، وهنقول له كده خلاص يحمل، وهنقول له تقدم. زي ما انتم شايفين هنا كتب كلمه سكسيس اهو، وخلاص احنا هنا العمليه بيندنج، وهننتظر بقى الفلوس تجينا على فيزا ريدوت باي بتاعتنا. وزي ما انتم شايفين كده يا جماعه الموضوع تم اهوت في خلال تقريبا 5 دقائق حاجه زي كده يعني. وصل لنا المبلغ على ريدوت باي اهوت 2 دولار و86 سنت. بمعنى كده ان الموقع شغال تمام والدنيا زي الفل ومفيش اي تاخير في الموقع، وبكده نكون استلمنا فلوسنا بالجنيه المصري، حولناها الى دولار وحولناها كمان على فيزا ريدوت باي. والكلام ده بقى ساري على ريدوت باي او حتى موس والت او باي بيت او اي حاجة انت عايز تحول عليها من خلال الموقع ده. لو حتى دلوقتي عايزين نشوف المعاملة بتاعتنا حصل فيها ايه، هتدخل على لوحة القيادة بالشكل ده، هتلاقي اهوت التبادل المعتمد. هتفتح كده هتلاقي زي ما انت شايف كده اهوت معرف التبادل والكمية اللي احنا كنا عاملينها والكلام ده منذ 10 دقايق. وقال لك تم التسليم منذ 34 ثانية. يعني الموضوع كله أخذ تقريبا 10 دقايق من ساعة ما بدأنا لحد ما خلصنا، وخلاص الحالة تمام والموضوع انتهى وتم التسليم بنجاح. وبكده أكون حليت المشكلة اللي أغلب الناس بيدوروا عليها ما بيبقوش عارفينها. في ناس كتير اصلا بيكون عندهم ريدوت باي او عاوزين يفتحوا فيزا ريدوت باي ومش عارفين يشحنوها ازاي ويحطوا عليها فلوس ازاي. هسيب لك اسفل الفيديو رابط الموقع. ولحد هنا تكون نهايه الحلقه بتاعتنا. لو وصلت لحد هنا يبقى انت من المتميزين. انصحك جدا تشترك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل، واشوفك ان شاء الله في يوم جديد وفي فيديو جديد.